تشهد عدة محافظات يمنية موجة برد قاسية أثارت قلق السكان خلال الأيام الماضية، بعدما سجلت درجات الحرارة انخفاضاً لافتا وصل إلى أدنى المستويات لهذا الموسم. ويؤكد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تأثيرات هذه الموجة مستمرة، خصوصاً خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مع توقعات بانخفاض أكبر في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. ووفقاً لتقارير المركز، من المتوقع أن تهبط درجات الحرارة الصغرى إلى ما بين درجة 1 و5 درجات مئوية في محافظات صعد وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء، إضافة إلى مرتفعات الضالع ولحج وأبين وأب، وكذلك أجزاء من غرب الجوف وجنوب مأرب. كما ستسود أجواء باردة على المرتفعات التابعة لمحافظات حضرموت وشبوة وتعز وريمة والمحويت وحجة، الأمر الذي قد يؤثر على الأنشطة اليومية للسكان، وخاصة الفئات الأكثر عرضة لتقلبات الطقس. وحذر المركز المواطنين من مخاطر التعرض المباشر للبرد القارس، مشدداً على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة في المنازل وخلال التنقل، مع التركيز على حماية كبار السن والأطفال والمرضى، الذين قد يتأثرون سريعاً بانخفاض درجات الحرارة. كما دعا العاملين ليلاً والسائقين خلال الصباح الباكر إلى توخي الحذر، نظراً لاحتمال تدني الحرارة إلى مستويات قد تزيد من صعوبة الحركة وتؤثر على الصحة الجسدية. ولم يغفل المركز الزراعيين، حيث وجه إليهم نصائح مهمة تهدف إلى حماية المزروعات من التلف الناتج عن الصقيع والانخفاض الحاد في درجات الحرارة، مؤكداً أن الإجراءات الوقائية مثل تغطية الشتلات أو استخدام وسائل تدفئة زراعية بسيطة قد تساهم في الحد من الخسائر المحتملة.